السلام عليكم. هذا كاين عم كلا حق ولاد خوه المتوف، جوه بالعقليه مكان، جوه بالقباحه مكان، جوه بالجماعه مكان، جوه بالدوله مكان، ما حبش يستعرف بهم، قالوا ما تسالوش معايا خلاص. وكاينين عمام كيموتوا خاوتهم يذلوا ويستعبدوا ولاد خاوتهم وياكلوا لهم حقهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه، وما بالك انك تاكل حق اليتيم. كاينين عمام يروحوا يهزوا بويانهم ولا ماتهم اللي في 80 و90 وفي قمه اللاوعي ويدهم ويبصموهم ويكتبوا كلش بسمواتهم. رساله لك ايها العم اللي تاكل حق خاوتك، تخيل انك انت توفيت وخوك دير لولادك هكذا، تكون مرتاح ومستراح في قبرك. المهم الاولاد هذوك تشردوا وراحوا هملوا، وكل واحد وين داتوا الحياه، وكل واحد وين ساكتوا الدنيا والفقر، وكل واحد وين راح يخدم. تمر السنين والسنين والسنين حتى يصاب هذاك العم بالمرض الخطير الذي ما عنده حتى دواء، اللي هو السرطان، عافانا وعافاكم الله. يوصل للمرحله الاخيره يم ولادو ذاك العم وقال لهم باللي هذا الرزق كامل راه ماشي لكم، راه لولاد عمكم، روحوا حوسوا عليهم، الموت من الحياه راح نطلب منهم السماح. يروحوا يحوسوا يلقاو ولد عمهم الكبير، قالوا له بابانا راح يتوفى، ارواح راح يحوس يطلب منك السماح. قالوا يا ولد خويا اسمح لي واسمح لي واسمح لي، غلط في حقكم وغلط في كلش وديت لكم حقكم وحرمتكم، انا راني راح نموت. قال له اسمح. قال له عمي جيناك بالملاحه تلفتنا، جيناك بالقباحه تلفتنا، جيناك بالدوله غلبتنا. قال له والله ما نسمح لك، وهذا الاثم وهذا الحسره وديها معك لقبرك. فنصيحه لك ايها العم، استرجع عقلك ومد حق خاوتك واخواتاتك في الورث. الله يهدينا.